معتقد يا عنبرة؟ شيخنا، أنت في من أي معتقد؟ أنا من الأردن. تفضل يا عنبرة، ما هو سؤالك؟ طيب، سؤالي يا شيخنا، بدي منك أئمة المذاهب الاثنى عشرية. بدي شيء أسماء الكتب اللي بتابعها أنا، ما بدي أتابع كتب ما تكون اثنى عشرية. اقرأ كتاب أصول الكافي، كتاب أصول الكافي، كتاب لأنه علل. شيخ إحنا ما بنعرف مين مفوض مين. عفوا المفوضة عطلات ذولي، اكتب اكتب. علل إيش؟ كتاب علل آه الشرائع. أصول كتاب علل الشرائع. الشرائع وكتاب أصول الكافي. غيره شيخ. اي، وكتاب تمام. ليالي بشاور. ليالي شاور. تمام سيدي، غيره. كتاب أصول الكافي، كتاب أريد أعطيك أمور تستفاد منها. كتاب التوحيد للشيخ الصدوق. التوحيد للشيخ الصدوق. كتاب ثم تمام سيدنا، اهتديت. غيره. كتاب ثم اهتديت. ثم اهتديت. تمام. طيب كتاب ثم شيخنا. اهتديت. كتاب ثم اهتديت. كتاب طيب شيخ، ممكن تحكي لي عن شنو؟ ممكن تحكي لي شيخ بشكل سريع عن الفرق الشيعية، أنواع المدارس، عشان أميز بيناتهم بس والله. اسمعني من البث، انزل واسمعني من البث لين اذا صعد متصلين. طيب يا شيخ، عادين عندي أسئلة كثير والله يا شيخ. خليها كل مرة السؤال لين نصعد متصلين. طب آخر سؤال، بس آخر سؤال. تفضل. تحملني يا شيخ. تفضل. رواية جليبيب مني وأنا منه. شنو؟ رواية جليبيب مني وأنا منه. شنو رواية فيها؟ جليبيب مني وأنا منه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. بتناقش انا وصديق الي، بقول له الرسول الاكرم حكى حسين مني وانا منه، قال لي ما هو حكى كمان جليبيب مني وانا منه. فبدي ارد عليه بس والله. طبعا احنا شنو يعني يعني واذا قال الحسين مني وجلبيب مني وانا منه، يعني خلاص يعني شنو فيه؟ يعني ما فهمت يعني شنو وجه المقارنه؟ يعني بما قال الرسول لغير الحسين فلازم نسقط الحسين، يعني صار مبرر مثلا؟ ما هو طبعا انا هاي بحكي الروايه له سيدنا الحسين عليه السلام اشي عظيم. اه احنا بهاي الروايه لم تثبت عندنا طبعا اخونا، هاي الروايه لم تثبت، هذه وردت في صحيح مسلم. ثانيا السؤال بالله عليك، هل يجوز ان اقول للسارق مني وانا منه، واقول للمؤمن انا منه وهو مني؟ هل يجوز اقول للسارق واقول للمؤمن؟ لا. فكيف اجمع رسول الله يقول للحسين الحسين المؤمن وسيد شباب اهل الجنه؟ جليبيب هذا كان يلاعب النساء وينام ويا الغلمان، هل معقول رسول الله يقول للواعد يكض الشباب وينام وياهم يقول له انت مني وانا منك كما ذكره الذهبي؟ والله هيك هو جليبيب. ايه. اه. والله فهمونا مسكين ومعوش يتزوج وشارك في معركة وبس شاف الرسول مستشهد قال جليبيب مني. حزنونا عليه يعني، والله العظيم قطعوا قلبنا عليه. الامام الذهبي ذكره كان يلاعب الغلمان ويصطحب النساء، فهل رسول الله يقول هذه المقالة لرجل مثل هذا الشخص؟ والعياذ بالله، قطعا لا. اخس يا عيب، لا لا مستحيل. اي والله.
والله يا شيخ اقول لك الشغله شيخ مش طول أنا عليك، عندي ضاحكين علينا وثيقة، باقيين يا شيخ. عندي وثيقة لذلك، خلنا أطلعها، بس خلنا أتذكر الوثيقة. طبعا خلي في بالك 50 رمز عندكم يلاعبون امم الغلمان، 50 رمز، 50 رمز. حتى أحد القراء المعروفين السبعة اللي عندكم اللي تاخذون من عندهم كان يلاعب الغلمان. السيوطي يقول عنه، يحيى ابن أكثم قاضي القضاة كان يلاعب الغلمان، وابن تيمية يقول إنه لا يجيب على أسئلة إلا أسئلة الأمرد، يعني الشاب الأمرد يعني الشاب الأملس اللي ما عنده شعر ولحية. تخيل رموزكم. يحيى ابن أكثم عفوا. والله يا شيخ هذول ما بخافوا الله فينا، والله ضاحكين علينا باقيين. يلا بخدمتك أنا أحمد بن خبرونا حنبل. خبر فيهم. لا هاك حول ولا تفضل. قوة. تفضل، هذا حديث أحمد بن حنبل ذكره. أحمد بن حنبل أخرجه الإمام أحمد في المسند ولفظه عن أبي برزة الأسلمي إن جليبيبا كان آمرا يدخل على النساء يأمر بهن ويلاعبهن. ها، أن جليبيبا كان آمرا يدخل على النساء يأمر بهن ويلاعبهن، فقلت لامرأتي لا يدخلن عليكم جليبيب، فإنه أن أدخل عليكم لأفعلن ولأفعلن. إسناده صحيح على شرط مسلم. هل تقبل رسول الإسلام طب شيخ شو يمدح ويقول أنا منه وهو مني ويلاعب النساء يا شباب؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شو الحكي هذا؟ طب شيخ ليكون جلبيب كان صغير في العمر مثلا يعني. شلون الزلمة قال لهم لا يدخلوا جليبيبا عليكم؟ شلون الرجل الكبير رضاج من يدخل على النساء؟ شلون صغير في العمر؟ صغير في العمر يلاعب النساء يا أخوي؟ صدق كذب معقولة؟ بس هسه شو نسوي؟ بتعرف يا شيخ، ما أنا بدي أقول لك شيخ، هذول تعرف الشيوخ اللي كانوا يوصلون الدين، اي ولا حصة الدين حاضرين في المدرسة، الله بيعرفوهوش أقسم بالله العظيم، ربنا ما بيعرفوه. شو هذا؟ صحيح. بعد عندك هواي يا رموز أخي فيش مثل عندهم موضوعية، واحد غلطان يحكي عنه غلطان، طلع لي أنا. هواي رموز عندك، هواي رموز عندك تفتخر بهم، عندهم هذه الامور، ومو الشيعة قالت، علماءكم يقولون عليهم المشكلة. اخواني ذكروني باحد القراء اللي دائما اذكرنا سابقا، اللي كان يحتسي خمر ويلاعب الغلمان. شو يسمونه صاحب القراء المشهور ابو دقيقة، اصحاب القراءات، دقيقة اصحاب القراءات، نسيت يا ربي شو ابن اسمه. شنبوذ، ابن شنبوذ، لا ابن مو بن شنبوذ، شنبوذ، لا مو بن شنبوذ، ابن لا شنبوذ شيخ. لا مو بن شنبوذ. بن شنبوذ كان الامام الكسائي، احسنتم. ابن شنبوذ كان يحرف القرآن. لا، الامام الكسائي من ائمتكم من المتقدمين معروف، يقول عنه الامام السيوطي كان يشرب النبيذ ويلاعب الغلمان. الامام الكسائي يلاعب الغلمان، هذا امام معروف يلاعب الغلمان. مع الاسف والله يعني.
شيخ بحكي لواحد بقول له ابن شنبوت كان حرف القرآن، بقول لي هو معروف قراءته شاذة من القراءات الشاذة. قلت له إذا روح إذا مشان الله، كل شيء هو بلاقوا له ما حجة ورقعة. انا ما جاي اقول على قراءته شاذه لو مو شاذه، قل له هو عالم جليل لو مو عالم جليل، يقول لك عالم، بس هو قاعد يحكي على قراءته شاذه لو شاذه نقبلها او نرفضها. بس هل انتم رافضين العالم؟ لا، هم ما رافضين العالم. انا جاي اتكلم على شخصيه العالم وليس قراءه العالم. هل هو عالم؟ عالم. ممدوح لو مطعون؟ ممدوح. واضح؟ خلي في بالك مو بس الامام الكسائي، واي 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 قاضي القضاة يحيى ابن أكثم أيضا يقول عنه ابن تيمية يحيى قاضي القضاة أفضل من إمام الرافضة الجواد. أيضا كان يؤمر بهذه الأمور، السوالف التعبانة. عندك الخليفة الثاني أيضا في كتبه كان يعتلى عليه عمارة بن الوليد في كتاب تاريخ بغداد للشيخ البغدادي، أيضا كان يقول بهذه العبارة. فهنالك كثير جدا من الشخصيات في كتبك متهمين بهذا الاتهام. تعرف يا شيخي صعب تكون عمرك 42 سنة وتكتشف انك باقي حمار، والله والله يعني العظيم يا شيخ. صعبة 40 سنة تكتشف ان تتبع ناس مضحوك استغفر الله والعياذ بالله لوطية. ها؟ مضحوك علينا، وطلعوهم ابطال من الفضاء نازلين وهم استغفر الله العظيم، العوج هم كله فيهم. أنت من حظيرة الحمار أجلكم الله. نعم. أقول لكم أنت من جيفة الحمار. والله يا شيخ الامام الحسين والحسن وسيدنا علي بن ابي طالب ما كانوا يجيبوا سيرتهم. نعم. ما يعني انا جديد عرفت الحسن والحسين، بتصدق يعني بعرفهم بس في الاسم، اما كيف قتلوا مثلا، قتلوا علومهم احاديثهم شو صار معهم ما بنعرف ولا بجيبوا سيره. نعم صحيح صحيح. في رجل في كل الحكي هذا الأردن، جديد عرفنا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. في رجل امم ناظرته الشيخ رجل دين إمام مسجد في الأردن، بعد مناظرتي معه أسبوع تشيع هو، دخل للتشيع، فأخذ يلقي في الخطابات على سيرة الحسين بصورة خفية على مود لا يعلمون أنه شيعي أصبح. ثاني يوم ألقوا عليه القبض. لماذا تتحدث بمقتل الحسين؟ لأن مقتل الحسين فتنة. مظبوط. انا يا شيخ غيرت اسمي على التيك توك عشان القصه هاي نفسها. نعم انا اسمي علي شيخ، غيرته من علي لعنبر عشان القصه هاي. صحيح جريمه، اذا تشيعت جريمه عندنا. صحيح. تدري ماذا يقول إمامكم الإمام أبو حامد الغزالي؟ يقول إياكم على الواعظ أن لا يتحدث برواية مقتل الحسين، فإن التحدث بمقتل الحسين يهيج البغض على الصحابة. تخيل مقتل الحسين إذا تتحدث به راح تبغض الصحابة. طيب ما علاقة الصحابة بمقتل الحسين عليه السلام؟ علاقة الصحابة يزيد الكلب بعيد عنك جاوبها. مو بس يزيد يزيد، جاوبها. مو اجا بس واحد سأله يزيد، ليش مو قتلت بس الحسين يزيد، كمان. مو بس يزيد. 5 أشخاص من أصحاب رسول الله رضوا بمقتل الحسين كأنس بن مالك. والصحابة يقول قتلوا الحسين لماذا؟ لأنهم أول من ابتدأوا بالهجوم على دار الزهراء، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم الأول والثاني، ومن بنى عليه بنيانه معاوية ويزيد. فيقصد أن تأسيس الظلم على أهل البيت بدأ من السقيفة، من الأول والثاني، هنا المقصد. صحيح، هم اللي تجرؤوا من اولها. مظبوط. نعم.
والله يا شيخ اشي صعب شيخ، انت عشانك شيعي مش حاس فينا والله يا شيخ. لا والله حاس فيكم، أنا أعرف الوقت اللي فيه صعبة، إنسان عايش 30 40 50 سنة وبالنهاية يكتشف أن هذا المعتقد اللي على أساسه يفقهني ويقربني لله وبلاد التوحيد والسنة والدفاع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اكتشفوا أنها ليس سنة النبي بل هي سنة أبو هريرة وسنة كعب الأحبار اليهودي. صعب مستصعبها. بعدين يا شيخ كانوا مفهميننا انه انتوا اخطر من اليهود علينا، تخيل لوين. صحيح فعلا، صح. اه والله. الله يعينكم، والله الله يعينكم. أنا أريدك تبحث، أنا لا أريدك شيخ أن. بدي اسالك عن، نعم. أريد لا أن والله نقرأ. شيخ ببحث وبقرا كثير انا. إيه. شيخ بدي أريد اسالك عن، أريد لنا اسالك قهوة. عادي شيخ ولا خلاص وقتي؟ خلي كل مرة أصعد، كل مرة أصعد، طيب؟ بس ابقى وياي متابعني. حاضرين يا شيخ. حبيبي يا روحي يا روحي، ما حاضرين يا يعجب. شيخ حاضرين. تابعتك أنا بعد همه. الله حياك. يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. سلم والله عليك يا يا سيدي. فتنة، والله كنت أنا ما أحب القهوة، أتخبل و... واللي يموتني القهوة. اتخبل من القهوة، اتخبل اقول دول العالم شلون يشربونها، ما ادري. طلعت مرة ويا صاحبي قال لهم قهوة ايطالية للشيخ، شربتها مرة. اروح للموقع القى الشباب يسوون قهوة، شربتها بس طبيت للبيت، هاي بنت اخوي مخلي عليها مبيض، فصايرة القهوة شوية بيها طعم حلو، قفلت عليها من ورا بنت اخوي، من ورا بنت اخوي. فانا حاليا باليوم جاي اطق قهوة وارجع لي ورا. الشيخ علاء ضعفان انت والله يا حبيبي، قاعد اتمرن قاعة وبعد عندي وزن لازم اخفف من ورا العزايم اللي سمنتني شوية إيران، قم المقدسة، دخلت القم الله أكبر، العزايم ظلت ما أدري منين تجيك. أهل الفنادق، أهل المطاعم، رجال الدين، الشيوخ، المعممين، بالعباس أبو فاضل طلعت من إيران أسحل بروحي سحل من وراء النوب، أكلهم دسم، يعني اكو أكلة أحبها عندهم دسمة، هاي الباقي أكلهم هو مو دسم. إيران اكلهم الباقي مو دسم، وبس هاي الاكله عندهم دسمه اللي انا حبيتها. للعلم مستحيل راح تلقى بالعالم اكل مثل العراق، مستحيل. لو تدق وتنوح بالعباس ابو فاضل اكل العراق ماكو مثله. واضح؟ مستحيل تلقى اكل مثل العراق، مثل طيبه العراق. نعم احسنتم، ايران هي السبب، حتى انا من سمنت ايران هي السبب. مو ايران هي السبب مخلين ايران بكل شيء هي السبب، حتى لو الله ما نزل مطر قالوا انا هم ايران هي السبب، مصداق لقول ان ايران هي السبب. زين. فوالله قاضيها بالقاعه، بس البارحه من خذتني النوم